ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عد إلى الله، عد إلى الله ولو أذنبت 1000 مرة. عد إلى الله ولو أذنبت 1,000,000 مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اليأس نوعين: يأس من النفس ويأس من رحمة ربنا. أنا وحش ما استاهلش إن ربنا يرحمني، ده يأس من النفس. وده أقل من اليأس التاني الأكبر، إن أنا أتصور إن ربنا خلاص قضى إنه ما يرحمنيش، فيحصل لي حالة من القنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله. ممكن واحد يتهم نفسه إنه ما يستحقش، ودي حاجة مش كويسة، لكن الأصعب جدا واللي بتسد أبواب الرجاء في عينين البني آدم وقلبه إنه يحكم على ربنا إن ربنا خلاص مش عايزه. ودي قوة إبليس وذروة سيطرة إبليس على قلب البني آدم. إبليس أصلا معناها يعني اليائس، بيبقى عايز يخلينا نيأس من رحمة ربنا. كان الأنبياء جميعا لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم، مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. اسمع أيها الحبيب واطمئن، اسمع واطمئن، ولو بلغت ذنوبك الآفاق. اسمع واطمئن ولو بلغت ذنوبك الآفاق، والذي نفسي بيده لو أنكم لم تذنبون، لو أن الواحد منا لا يذنب لأذهبكم الله وجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء الله بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. رحمة من ربك. واحد كان في سفينة، السفينة اتكسرت ورمته الأمواج على جزيرة وقعد مقهور، ليه يا رب يحصل فيا كده؟ قال أنا هكافح وهقاوم. بدأ يلم خشب وعمل كوخ وبدأ يوقد نار ويحاول يطبخ أي شيء. النار مسكت في الكوخ حرقته. قال يعني أنا يا رب كمان الكوخ يتحرق؟ نام مهموم وحزين. تاني يوم الصبح لقى سفينة جاية تغيثه. قال لهم عرفتوا منين؟ قالوا له شفنا دخان طالع من السفينة دي، وكان في سفينة مكسورة قريب أصلا، دخان طالع من الجزيرة دي وكان في سفينة مكسورة أصلا وغرقانة قريب. عرفنا إن في حد نجا هنا، جينا ننقذك. رحمة من ربك. ملك من الملوك ماسك حاجة، حد قطعت صبعه طيرته، فالوزير بتاعه قال له ده إن شاء الله خير. قال له أنت بتقول على صبع اتقطع خير؟ اسجنوه، سجنوه. الوزير بص له قال له ده إن شاء الله خير. الملك بعدها خارج رحلة صيد، فمسكوا ناس من أكل لحوم البشر عايزين يقدموه قربان للآلهة بتاعتهم. لقوا الملك صبعه مقطوع، قالوا ده ما ينفعش يبقى قربان لانه صبعه مقطوع، سابوه. الملك رجع نادى الوزير من السجن، قال له انت قلت ان صبعك اتقطع خير ليه؟ قال له كنت هتتاكل وكنت هيوقد عليك النار لو كان صبعك سليم. قال له طب انت اتسجنت قلت يقينا خير ليه؟ قال له لان انا اللي كنت هاحرق مكانك لو كنت انا معاك في الموقف ده. يقينا خير يا جماعه. ناس كتير قوي اشتكوا الحكيم من الحكماء، قال له كل واحد اكتب لي الابتلاء بتاعك، وحط ابتلاءات البلد كلها في صندوق ولخبط الورق وخلى كل واحد يختار ورقه غير ورقته. كل واحد بص الابتلاء غير وقال لا انا عايز الورقه بتاعتي. رحمه من ربك، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال
وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرح بالبلاء يعني إيه؟ جربتها لما عملت منظارين عشان الحصوات اللي في الكلى عندي، وبعد كده لقيت دواء مر جدا ولكن بيداوي بالحصوات، بقيت فرحان بيه. فرحان ازاي؟ ده الدواء مر. لو واحد عنده سرطان وفي الآخر لقى دواء مر جدا هيفرح بيه قد إيه؟ الابتلاء يا جماعة مر، ولكن هو الدواء وهو العلاج. رحمة من ربك، يقينا خير. والله لو صنعت من الذنوب ما صنعت ثم لامتك نفسك على الذنب فأنت عند الله على خير، ولكن الذي ليس على خير هو الذي يظلم ويفتري ويتجبر ويصنع الكبائر والمعاصي، زنا وخمر ومخدرات، ولا يجلس مع نفسه ولو مرة يقول ماذا قدمت وماذا أخرت. قد ماتت روحه في الحياة 1000 مرة. ولكن إن أعادتك الروح وأنبك ضمير هذه النفس أن تعود إلى الله فاعلم أنك ما زلت على خير عند الله سبحانه وتعالى. أما قال الله عبادي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لا تحزن إن كان مشيك إلى الله بطيء، ولكن أنت أعظم ممن توقف مسيره. لا تحزن إن كان سيرك إلى الله بطيء، أنت أعظم ممن شلت أركانه فلم يسير إلى الله. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أسرفوا على أنفسهم يعني عملوا ذنوب كتيرة بتكرار في الزمن. الذنوب نفسها حجمها كبير وبتتعمل كتير قوي وبطول الزمن. فربنا قال انتوا لسه عبادي، وكلمة عبد تشريف. قل يا عبادي الذين أسرفوا. والطبيعي انك انت لما تحب تتكلم على إنسان مسرف تقول يا مجرمين يلي أسرفوا، يا فاسقين يلي أسرفوا، يا غافلين يلي أسرفوا. لكن ربك سبحانه وتعالى أوسع مما نتصور، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بلاش الشيطان يقنعك إنك مالكش مكان عند ربنا، لأنك هتروح لمين؟ إحنا بنخاف من كل شيء بنفر منه إلا الله، نخاف منه نفر إليه.